السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا أخوان؟ يا رب تكونوا بألف خير. واليوم معنا حلقة من تحدي المليون. معنا عامر. كيفك يا عامر؟ أهلين وسهلين أبو أحمد. شو عامر، جاهز؟ جاهزين بإذن الله. كيف معلوماتك الحطينية؟ منيحة الحمد لله كويسة. يلا إن شاء الله بتربح معنا المليون. راح أحكي لك نظام المسابقة مثل ما نسيربح المليون. معنا 15 تمام. سؤال لتوصل للمليون. آه، في عندك 3 وسائل مساعدة، هي حذف إجابتين، في وسيلة تانية واللي هي استبدال السؤال، والوسيلة الثالثة هي تخطي السؤال، يعني كأنك جاوبته. تمام حلو الحكي كويس. يلا خلينا نبلش. السؤال الأول: ما هو الاسم الثاني، يعني الكنية لأسطورة نادي عارف، لأسطورة نادي حطين عارف؟ الملك، عارف. الأسطورة، عارف الآخر. الباشا، الأغا؟ ما بدها احتمالات. ما بدها تفكير ما. لا ما بدها تفكير. طيب السؤال الثاني: ب20,000 ليرة سورية. أين يقع نادي حطين؟ حلب، دمشق، لاذقية أو حما؟ لاذقية عروس الساحل. جوابك صح. هيك كون صار معنا 20,000. السؤال الثالث ب30,000. عندما كان يسجل محمد فارس هدفا لحطين، ما هو الهتاف الذي كانت تهتف به الجماهير الحطينية؟ محمد فارس، فراغ محمد الحارس، فارس. شق قتل الحارة. الحارس، ضرب ما في الحارس. داعي للاحتمالات، بدك. يعني مثل ما كنا صغار كنا بنعرفها ونهتف فيها. وجوابك صحيح. هيك بنروح للسؤال الرابع. أسئلة سهلة ما. لهلا طبعا يعني سهلة، بس بعد شوي الله لهلا. يستر شو بدنا نشوف. طيب السؤال الرابع: في مباراة الديربي بين حطين وتشرين، عندما طرد الحارس محمود اليوسف، من تولى حراسة المرمى؟ طلال عبدو، بلال صاري، محمد حمدو، نزار الخطيب؟ طلال عبده. متأكد؟ متأكد. وجوابك صحيح. هيك ننتقل للسؤال رقم 5 ب50,000. لما توصل ل50,000، لو بعدين خسرت بترجع ل50,000، هي بتضل مضمونة لإلك. تمام. ما هي جنسية المحترف إيمانويل ساندي الذي لعب لنادي حطين؟ زامبي، نيجيري، سنغالي أو غاني؟ نيجيري. متأكد؟ متأكد. ايمانويل نيجيري. جواب صحيح. وهيك يكون صار معك 50,000، ما بتخسر أبدا. السؤال السادس ب60,000: من هؤلاء اللاعبين لعب لقطبي مدينة اللاذقية حطيم تشرين؟ عبد الملك عنيزان، حسين جويد، معتز كيلوني، أركان مبيض؟ معتز كيلوني. متأكد؟ جواب نهائي. حسين جويد ما لعب بتشرين؟ لا ما بيلعبوا هنيك. أب علي. وجو... وجوابك صحيح. هيك يكون صار معنا 60,000. أسئلة سهلة ورائعة. سهلة لحد هلا، لسه ما فتنا بعد ما القطعة الثامنة بتوقع بدنا نلاقي شغلات عجيبة. لا لا، إن شاء الله كلها سهلة. الهداف التاريخي لنادي حطين هو عارف الأغا. من هو اللاعب الذي يليه من حيث تسجيل الأهداف تاريخيا؟ عمر كنفاني، زياد شابو، جمال كاظم أو سليم جبلاوي؟ هذا شوي. هاي بدها تفكير بقى. هي بدها تفكير. الهداف التاريخي كان عارف. عارف. سليم جبلاوي لا، لأنه هو كان يصنع له يعني اسيستات. هلا زياد بما انه هو هداف، هلا انا شوي شاكك بين زياد وعمر كنفاني. بدك تحذف إجابتين، بدك تخطي السؤال، وبدك تستبدل السؤال. شوي. زياد شابه وكنفاني. مم. ما في وقت، فاهم؟ مش عم تقول لي عم يمشي الوقت، مش لا لا، عم بالكم. ما في وقت. خذ وقتك. بس سليم، لا سليم مستبعده. ما بعرف، بس انا تكت شوي. يعني عم فكر بين زياد والكنفاني يعني. هو طيب
بدك نحذف إجابتين أو بدك تتخطى السؤال أو تستبدل السؤال؟ لا، احذف اجابتين. طيب، حذفنا عمر كنفاني وزياد شابو، ضل عندك جمال كاظم وسليم البلاوي. نعم، انا كنت شاكك بالغلط. كاني زعلان اول خربطت لي كل تفكيري. لا، جمال كاظم لك، مو سليم. إذا بدك فيك تتخطى السؤال أو تستبدل السؤال. لا لا، جمال كاظم. الدفتر إذا هذا حط جمال كاظم بعد عارف الاغا. اسمع مني، بدل السؤال أو استبدل يعني ما بقول اني يمكن اول شيء شلت الكابتن سليم من بالي، اخر شيء يمكن يكون هو الكابتن سليم شبلاوي. يعني هو بما اني يعني عم بس فكر انا كمان، بس كان يسجل كمان كتير سليم البلاوي. القصه اني هو كان تعتبر مثل مستر اسيست لعارف الكابتن عارف اغا، لهيك انا شوي شلته من بالي لسليم بس جبلاوي. بس كمان كان يسجل. فينك تنسحب، تاخذ 60,000 أو تستبدل السؤال أو تتخطى السؤال. لا خلص، بدل السؤال لك، خط السؤال. طيب منيح اللي استبدلت السؤال، لأنه الكابتن سليم البلاوي هو الهداف الثاني بالترتيب الهدافي. هي معلومه للامانه والله ما كنت بعرفها، لاني انا شكيت شوي اول شيء بين كنفاني وزياد شابو، بيني هنا كانوا مركز المهاجمين يعني. صح. بس هلا لهيك نحن بدك تحسب انت على الحقبه اللي لعب اكثر بالنادي، عرفت شو؟ هلا زياد شابو كان هداف بس انتقل بين انديه كثيره ولعب منيح بالجيش. بس عمر كنفاني. عمر كنفاني انه انتهت مسيرته على بكي. هلا على فكره هن الاربعه يعني الخمسه مع عارف الاغا هن الهدافين التاريخيين لنادي حطين الرياضي. بس هن ارقامهم قريبه من بعض بتوقع، بين سليم والكنفاني والشو اسمه. صح، مع ارقام اني في قريبه. ما في ارقام بعيده، اني والله فرق كبير. صح، رح اعطيك الارقام بالضبط. عارف الاغا 157 هدف، سليم جبلاوي 90 هدف، جمال قاسم 61 هدف، زياد شعبه 52، عمر كنفاني 45. طبعا بتشكر ايوه، احمد سليم على الاحصائيات اللي اعطانا اياها. للامانه وهل الاحصائيات ما بعرفها انا يعني. هو والله انا كمان كنت ما بعرفه، تواصلت مع احمد سليمة وهو اللي اعطاني الاحصائيات. وهو مثل ما حكيت لك فكره البرنامج انه نعطي معلومه للمشاهد وبنفس الوقت شويه ترفيه وربح مادي. تمام. السؤال الثامن، 80,000. ما الاسم الأول للمحترف اليوناني تشوبا الذي لعب لحطين؟ ديمتريس، بيتروس، بوربلي، إليني. تشوبا كان هداف تشوبا. لا بوربلي. لكان. بوربلي تشوبا. جواب نهائي؟ جواب نهائي. تأكد يعني. متاكد. تعرف إنه هاي المعلومة أنا ما كان عندي إياها ودورت عليه حتى جبت الاسم. جوابك صح. لا. جوابك صح، بوربلي تشوبا. تشوبا. انا كنت شوي عم راجع المعلومات، خاصة لاعبين المحترفين، تذكرت تشوبا أيوه. وجماعة عباس وايمن ويل وهالعالم هذه كلها تذكرته. حلو. والله أنا ما كان عندي معلومة اسمه الأول بوربلي تشوبا، ما كان عندي إياها يعني حتى دورت لحتى طلعت لي. طيب السؤال رقم 99 ألف. في أي من هذه الأندية لم يلعب زياد شابو؟ مصفات بانياس، كرامة، طليعة، نواعي. لم يلعب زياد شعبه. لم يلعب. هلا بالكرامة لعب متأكد انا. حلو، أه. ضل عندنا مصفات بانياس وطليعة. وأنت استخدمت وسيلتين مساعدة وضل عندك وسيلة تخطي السؤال. حتى بالطليعة بعتقد مصفات بانياس بعتقد لعب يمكن زياد شعبه. أنت راجعت التاريخ، خلينا نشوف.
على راجعت التاريخ، بس اكيد ما راجعت السجلات كلياتها. ما وصلت معي المعلومه اني لو وصل اني الكابتن زياد. يعني واحد صرت راجع شوي ان الاساسيات بالنادي المحترفين ايه فهمت عليك. والهالامور هذا. آه الكرامه كان هو لا هو هداف مع انا الكرامه. لعبت انا منيح يعني، دورت منيح على الاسئله. إيه، لا، طليعه بعتقد لعب فاز بالطليعه كمان. طليعه لعب بالطليعه. صفات ثانيه لم يلعب. لم يلعب. والله بشك فيه يمكن. اعتقادي، انا بتذكر يعني كنت صغير، يمكن بتذكر ان الكابتن زياد لعب بصفاد بانيا سنه. هيك بتذكر يعني. ما بعرف، هيك عندي فكره يعني. للامانه يعني هلا بعتقد انت بتستبعد بالطليعه مصفات بانياس والكرامه. مستبعدهم بكرامه ومصفات بانيا. ضل بين الحما، قطبين حما هلا. طليعه والنواعي. اعتقد النواعير يعني. تعتقد ولا متاكد؟ خلص خليها حتى يصير النواعي. جواب نهائي. جواب نهائي. خذوا. جوابك صح، والنواعي هو الفريق اللي ما لعب معه كابتن زياد تعبان. انا بتذكر لاني والله مصفات بانياس، انا بتذكر لعبان معه الكابتن، يمكن فتره قصيره لعب فيه للمصفات بانياس. لعب فتره قصيره كتير كتير صح. يعني لا كنت بس كيف، صغير. شو رايك بالاسئله؟ لا، متوقع يعني. الاسئله بلشت يعني شوي شوي يطلع يطلع المستوى. انا ما توقعت لهالدرجه. انا بعد بدك تدور على شغلات نكشات يعني صعب الواحد يعرفها. بس لا برافو عليك والله. يعني هلا كمان انا هي المعلومه ما كنت بعرفها، يعني دورت منيح بالتاريخ كل لاعب مشان سجل الاسئله اللي له، يعني عرفت شو. هلا الواحد بما اني وقت بكون صغير، فالواحد بضل عنده فكره شوي اني هذا اللاعب وين لعب، مثلا مثل الكابتن انا صح بعرف عارف وسليم وهالامور هذه يعني. صح. يكملنا. طيب يلا السؤال العاشر، وهذا ب100,000، وإذا جاوبته كمان ما بتخسر أبدا ال100,000. من هو أكثر مدرب أحرز حاطين تحت قيادته نقاطا في الدوري في موسم واحد؟ حسين عفاش، أحمد هواش، كيفورك مانتيكيان، ديبو شيخو. اكثر مدرب احرز خطين تحت قيادته نقاط في الدوري في موسم واحد. كامل الموسم. موسم واحد. ايه موسم واحد. يعني يعني هلا انت عم ترجعني بدك تحسب بقى من ايام من تاسيس النادي لليوم. عم تخليني احسب من تاسيس النادي لليوم. لا هلا ما ضروري هيك تحسبها. انت تحسب، او هلا اذا بدك كان عندك تحسب انت. معلومات، اذا كان عندك هلا معلومات اي موسم جايب حاطين فيه اكثر شيء نقاط يعني من هذيك الايام هلا لهي الايام. هلا هو جاب عندك لما جاب وصيف الدوري. وجبنا وصيف الدوري بال 2001، لا ما بال 2001، ما جبنا اخذنا وصيف الدوري. 99 يمكن، او ايه يمكن على الاغلب 99. اخذنا ب 99 الوصيف، ما 99 يمكن اخذنا على الوصيف. على يعني بدك الاغلب تحسب هيك. احنا اخذنا لما اخذنا اكثر انطلاقتين كانوا منيحين، هي حسين عفاش. وانطلاقه بال 99 كان المدرب يمكن. مين كان المدرب؟ هواش. ما بتذكر. لا، هواش لا، بس كانوا يقولوا ان كان الكابتن احمد هواش كان معه نجوم، ما قدر ياخذ دوري. رغم كل النجوم اللي معه. احسن انطلاقه. احسن مدرب احرز خطين تحت قيادة نقاط في الدوري في موسم واحد. والله شوي صعبه. يعني كمان حسين عفش معنا حقق يعني نقاط. صح. بس حقق معنا. بس واخذنا اخر شيء نحن بال 2021 اخذنا مركز ثالث، ما ثاني او ثالث ايه. إيه ثالث. كنا بالثاني يمكن، او بنفس النقط يمكن مع الوسبة على ما اعتقد. هلا هلا كان في، انا بتذكر لما كنا بالشو اسمه تاعت بال 2021 لما كان حسين عفاش كانوا يقولوا عنا انطلاقه، ان انطلقنا انطلاقه قويه نحن.
صح. طبعا بحكي بالبداية، هلا ما ما عم بحكي نحكي، ما انت بالنهاية. هو عم بحكي لك انا الموسم كامل، ما بس الانطلاقة، ما بس البداية. هذا سؤال صعب كثير، يعني ما. في انك تتخطيه للسؤال، تربح ال100,000، بتضل معك يعني، هي ما بتخسرها. نطلع السؤال اللي بعده. ما في حل تاني يعني الأمانة، صعبة خاصة بس ما له شرط إن نحن نكون، إذا كنت الوصيف تكون حققت أكثر مرة النقاط. صح. ما له شرط. خطيته ما. خطينا. مين؟ ما العفش، أه، أكيد ما العفش. لا، حسين عفش هو أكتر. جبنا 53 نقطة الموسم اللي عم تحكي عليه، جبنا 50 نقطة كموسم كامل يعني. عم تحكي على مركز تبع الوصيف. أيوة تماما. هي خربطت انا بين الوصيف وبين شو اسمه هذا، هيك عم اقول لك خربطت فيهم بين الاثنين بقى، ما عاد عارف. وللأمانة ما بعرف مين المدرب اللي كان معنا بذاك الوقت، الحراجة ها كمان كمان. شوية. يعني بقول لك انا تخربطت ايام الوصيف كمان تخربط بين احمد هواش، ما عم اتاكد اذا كان هو احمد هواش لما وأنا كان، ما لان أنا بتذكر بتذكر والله. كانوا يقولوا اني كان احمد هواش معه نجوم وما قدر ياخذ دوري. صح. خلاص هلا تخطينا هيك مش الهم. صار معك 100,000، خلصوا وسائل المساعدة، نبلش بالسؤال رقم 11. طيب نبلش بالسؤال. في أي نادي يلعب محمود اليوسف حاليا؟ أحد السعودي، أنصار السعودي، حطين السعودي، ولا جبيل السعودي؟ الكابتن محمود متابعه انا، واليوم شفته وحطيت له لايك على البوست وكل شيء معلق له. جبت لي السؤال اللي مش وين كنت عم شوفه، عم بيلعب بنادي حطين لا والله. السعودي. جواب نهائي. نهائي. حلو، وجوابك صح. وهلا بننتقل للسؤال 12. ما هو الاسم النادي اليوناني الذي لعب له السيد بيازيد في تجربته الاحترافية الأولى؟ هاي رودوفيتيكي، بطلة. بناهيكي، إيبسكوبي، ليفادياكوس. هاي الكابتن سيد بيازيد وطلع احترف باليونان. تماما. طيب هو لعب مع فريقين باليونان. الفريق الأول، بدك تحكي على الفريق الاول كمان، لقى مو الفريق يعني تجربته مو. تجربته احتراف. هو لأنه لاعب طلع على اليونان، لعب مع فريق، بعدين انتقل من هذا الفريق لفريق ثاني. أنا بدي الفريق الأول. اول فريق. إيه. هو لعب بفريقين. صح. انا بعرف الفريق منهم واحد. شو هو اللي بتعرفه؟ بعرف هذا شو اسمه، شو كان اسمه. انا وعدي بالاختيارات ثالث واحد من هيك. هذا برود فتيكي مدري شو. برودوفيتيكي. ايوه. هذا اللي انتقل له، ولا الثاني، ولا كيف؟ هي اعمل لك هون ما بعرف. هون الخربطه. يعني اذا بدي اقول لك هو بدي غامر. بدي غامر اقول لك اني هذا الفريق اللي انتقل له اول واحد. هلا انا متاكد لعب بهالفريق، بس اذا كان الاول او الثاني ما بقى بتذكر منيح يعني. ما بعرف، بدك تغامر بدك. لك هو الواحد بيعيش مره واحده بهالحياه، خلص هذا هو. صح. برودوفيتكي. ايوه. برودوفيتيكي. جواب نهائي. جواب نهائي. برافو، جوابك صح، والله متابع منيح ومحضر منيح والله. عم بقول لك انا يعني اخي لمحه لما انت امبارح قلت لي بدك تحكي لي وكذا، فانا صرت شوي اخذ صح. ابحاث عن اللاعبين. يعني مبين هي الاسئله اللي يمكن تنجاب سيرت، عرفت شو الاحترافيه، مع مين لعبنا، صح. وين لعبنا برا، مع مين كنا مشاركين. حلو. لا لا، محضر منيح. في مباراة نهائي كأس الجمهورية الذي أحرزه نادي حطين 2001، من هؤلاء اللاعبين لم يكن متواجدا في التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية، يعني ما كان على سكور أبدا؟ عبد الله مكية، أروى حيدر، بلال صاري، فادي مصطو. لم يكن متواجدا في التشكيله الاساسيه. قصدك مستبعد من المباراه كلياتها. تماما. ايوه. لا فادي مصطفى كان متواجد، وعبد الله مكيه كمان.
بلال صاري او اروح حيدر. بلال صاري وأروح حيدر. توقع اروح حيدر او بلال صاري. لازم تكون كنت مراجع المباراة النهائية. لا، عندي شوي ملف للمباراة النهائية. عندي ملف هيك، انا عم بقول لك المكية والمسطى متواجدين، يعني اخر امم فكرة. امم يعني حتى لو سألني انه دقيقة جاي الجول كنا قلنا له. إيه. كنت بدي أسجله والله، كنت أسجل هيك سؤال. لا لا، كنت قلت لي يا مدال. يمكن قريت اسمه لاروح حيدر متواجد، انا على ما اعتقد. انا المتاكد من المتواجدين كانوا المكيه وفاضي مسطو، بس ضل بين لاروح معناتها حيدر وبلال بل... صاري. معناتها إنه هلا بين أروح حيدر وبلال صاري. خلاص ابو احمد بعتقد. انا ما بحب انا افوت هيك كثير. حط شك، انا خلاص جاوب. شو بده يصير يصير. بعتقد بلال صاري ما كان متواجد، ما بتذكر قريت اسمه انا. ما بعتقد إيه، قريت اسمه متواجد. هلا يعني بالاساسيه ما كان جوابنا متواجد متاكد يعني. بالاحتياط كان على السكور ما بتذكر قريت اسمه لبلال صاري. جواب نهائي يعني. جواب نهائي بقى. شو بده يصير. خسرنا أو كون أو خسرنا. بتن أو بتنسحب تاخذ 250 ألف. لا لا خيو، انا ما بتفرق معي الامانه، ربحت ربحت، المهم انا عم شارك بس. طيب، يعني خلص جواب نهائي. جواب نهائي. جوابك صح، وبلال صاري ما كان متواجد بالتشكيلة لا الرسمية ولا انا الاحتياطية. شكيت بيني وبين اروح، انا الاسمين اللي عم اتاكد منهم متواجدين كان عبد الله مكي وفاضي مصطفى. بس شوي راجعت، انا عم اتذكر بين بلال صاري. يا ما قريت اسمه انا بالتشكيله، لا بالدكه ولا بالهيدي. انا هيك شوي حاولت اتذكر. مم. برافو والله. عنا هلا السؤال ب750 ألف. سؤال رقم 14. في بطولة آسيا للناشئين عام 2006 حصل لاعب حطين محمد جعفر على جائزة هداف البطولة. كم هدف سجل؟ 5 أهداف، 6 أهداف، 7 أهداف، 8 أهداف. تعرف اني بهي البطوله كنت صغير، كنت صف يمكن رابع ثالث. كان مشارك معه بعتقد احمد مدنيه. على لما الأغلب لعبوا مع إيه. بعض. وزياد لما لعبوا مع عجوز. بعض كانوا بالمنتخب. ولعبوا بعدها صح. مع الارجنتين. ولعبوا مع ايطاليا. لا، بكأس العالم هو ما شارك وقتها بسبب شو اسمه. هي عم بحكي ببطولة آسيا، لأنه بكأس العالم للناشئين ما قدر يشارك وقتها، كان عامل حادث. بس بس وقتها هو هو كان اللي مع أهلهم المدنيه مع لكن بعض. كان انا بطولة بتذكر آسيا صح. حضران اللاعب حضرانه، في لاعب كانوا حضرانه. هي البطوله بس ما بدي فوت شوي بين بطوله كاس العالم وبطوله الهيدي، انا راح بالي شوي آه، على بطوله كاس العالم. هي بطولة كأس العالم وقتها ما قدر يشارك وقتها لأنه عمل حادث وما قدر يشارك. محمد جعفر. انا جازت الداف البطوله كم هدف سجل. يا ويلي على هالسؤال يا ابو احمد. وقت أخذ صراحه هذا، يعني هذا ما بيخطر بالبال ابدا. صعب. 8 7 6 5 بالبطوله هي لوين وصلنا نحن. وأخذنا مركز رابع. اخذنا وقت مركز تأهلوا على. رابع. لكن تأهلنا كأس العالم للناشئين بسبب هالبطولة. وبعد البطولة محمد جعفر وقتها صار معه حادث وما قدر يلعب بكأس العالم. انا حتى كاس العالم، لاعب كاس العالم انا حضرانه، عرفت شو، لا بتذكره. بس بطوله، هي كاس بطوله اسيا ما بعرفها. ما حضرانه للامانه، حضران تاعت كاس العالم لما كان المدنيه ومتواجد. حضرت له وقت لعبه، كذا لعبه. صعب كثير هذا واحد. عم دمرتنا بس. لو بنعرف هيك كنا اجلنا كنا اجلنا الاحتمالات هذيك لهون، انا بس ما فكرت حالي وصل لهم. لا هو هلا الأمانة عامل شغل حلو يعني. يعني مجاوب صعب. على سلم. صعب هذا ما. صعب كثير. 2006
عم تحكي يا زلمه من ايام لعبه ايطاليا وفرنسا لما اخذنا كاس العالم ايطاليا. يا مايدي بدك داهيه هيدي. يعني بدك بدنا محمد جعفر بتنسحب بذاته اتواصل معه ليكون واساله. ذكر. بدك لا بتنسحب. لا بنسحب ابو احمد، هذا صعب، ما بقدر عليه الامانه. طيب، هو مش أقول لك الجواب. هو 6 أهداف، وقد أخذ هداف البطولة 6 أهداف. سته. إيه. سته. عملنا الليله شو بدنا نسوي اكثر من هيك وتشرفت بقى. كتير، وتشرفت كتير كتير لك الحلقة. حبيب، حبيب قلبي يا حبيب ابو قلبي، احمد. إن شاء الله لك بنستضيفك بحلقات تانية لسه. لك تسلم تسلم، والف تحيه للجميع. سلام. عليكم السلام. شوف بعينك مهما صار